السلام عليكم زينات، إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. فيديو اليوم هو تكملة الفيديو السابق اللي راهو عبارة عن تحضيرات وتنظيمات للشهر الفضيل. الشهر ما بقالوش بزاف، اللي عندها كاش تنظيفات ديرهم في هاد الأيامات هكذا تتفرغ للعبادة في رمضان. كيما هنا دوك نبداو مباشرة في الفيديو. هنايا كيما راكم تشوفوا دي بواط تاع بلاستيك كل وحدة لون. هنا باش نفهمكم انه ما لازمش تشريو كل شيء، استعملوا اللي عندكم ونظموا بيه. هاد لي بواط غسلتهم مليح، وهنا درت ورقة بيضاء قصيتها هكا مستطيلات وكتبت فيها الحوايج اللي نسحقهم ولصقتهم بالسكوتش هذاك العريض، وهكذا نظمت باللي عندي وخلاص. وما تضغطوش رواحكم البنات تقولوا لازم نشري هذه ولازم نشري هذه، استعملوا اللي عندكم، ما تتبعوش كيما نقولوا اصحاب المواقع. راكم اذا تبعتوهم راكم راح تخسروا بزاف. ما نستعملوا اللي عندكم، استقبلوا رمضان اي حاجه نظيفه مرتبه منظمه وخلاص. والترتيب يكون بطريقة ذكية وبالمتاح. هنا كما قلت لكم ما تكلفوا رواحكم، ما تشريو حوايج جدد، بازيو على النظافة، نظفوا اللي عندكم واستعملوه. هذا ما كان المهم كل حاجة تحكم بلاصتها. هنا كنت غسلت هاد لي بورتي بيس هادو، غسلتهم كامل. والكوزينة راني نقسم فيها كل يوم ندير فيها شوية، ما غسلتهاش كيما نقولوا ولا ما نظفتهاش في يوم واحد. وان شاء الله في الفيديوهات القادمين راح نعطيلكم كيفاه رتبت المطبخ تاعي ولا لي زيليمون تاعي وكيفاه حاطه الحوايج، هكذا بالك تديو افكار وتستفادوا. وهنا تاني جبت الديكورات تاع رمضان اللي فات ولا اللي قبله، غسلتهم ثاني كما راكم تشوفوا، نقيتهم مليح. ورمضان هذا باذن الله قلت راح نبدل العادات تاوعي، راح نبدل المعتقدات تاوعي اللي كنت نديرها من قبل. قلت لازم نقلب الدنيا ونتعب روحي وجهدي كامل كيما نقولوا نخلص عليه ولا نكملوا في التعب، نقتل روحي نقعد مع الدار والميناج والتنظيفات العميقة. يلحق عليا رمضان طيح كيما نقولوا كاو. في الليل ما نقدر ندير تراويح مع الفطور، نكمل صلاتي. قلت نبدا بالكوزينه نفرزها مليح، خاصه لي زيليمون كيما نقولوا تخلص من البطاط اللي ما نسحقهمش، بطاط فارغين، معن مكسرين، تخلص منهم كامل. مسحت لي زيليمون مليح، كما قلت لكم غسلت هذوك لي بواط، غسلت كلش ورديت كلش لبلاصتو. بداو كيما حبيتو، تحبوا تبداو بلي شومبر ولا الصالون، بعدا تخليو الكوزينه. كانوا اللي يخليو الكوزينه اخر حاجه، انا قلت ننظف كلش تنظيف كيما نقولوا داخلي، نرجع الحوايج من داخل، واخر حاجه راح نعطي الدنيا تسيقه مليحه وخلاص. وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا ونصوموه ان شاء الله بخير وخلاص. وهاد البلارات البنات درت فيهم كيما شفتوا، هنايا عدس احمر، بليته لوبيا، وهنايا هاد السكر حجرات. انا ما شفتش كيما نقولوا ما درتش قهوه وسكر وتاي، لا درت على حسب الالوان عجبوني، باه نحطهم هكا فوق لو بلان دو طرافاي يجيو باهيين. راح نديرو درك وصفه ولا وجبه غداء سهله وسريعه اللي هي رز براتل. معنى الاسم هذا رز براتل معناتها الفول كي يعود هذاك وين ينبت يكون صغير، يكون طري، والحبه تاع الفول تاعو تكون صغيره، يسموه رز براتل كيما تشوفوه هكا. ما نستعملوه بالقشره تاعو. تجيبوا كميه تقصوها، تقصوه كيما قصيتو انا مرصوات صغار. هنا هنا درت بصلة كيما نقولوا حبة بصل تكون متوسط الحجم، درت 3 سنينات ثوم ودرت حبة طماطم، رحيتهم مليح في العشوار. وهنا درت 4 ملاعق تاع زيت نباتي، واللي حبيت تزيد السمن تقدر. حطيتهم هنا، درت كلش بارد في بارد، ومن بعد نحط نقلي. حطيت هذاك البصل والثوم والطماطم فوق هذيك الزيت. زدت هنا مغرفة تاع فلفل عكري، هنا كيما نقولوا يكون حلو، اللي تحب الحار هاي تزيد. درت كمون، فلفل اكحل ولا فلفل اسود، وملح. هذو هما التوابل اللي استعملتهم في هذه الاكله. واش نقول لكم يا البنات تجي بنينه بنينه
خير من حاجة طيبتوها باللحم. راح تجي كيما نقولوا يجي طايب زبدة وتجي المرقة ملبية. دوك تشوفوا في آخر الفيديو. هنا كيما قلت لكم زدت نص ولا مغرفة صغيرة تاع ملح. هنا زدت مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، ملعقة صغيرة هريسة، وخلطت كلش بارد في بارد. بعدها تحطوهم على النار، تحطوهم على النار وتقليهم. حاولوا تقليوها مليح بلا ما تحرقوا هذاك هاد الدرسة ولا واش نقولوا لها. قليوها مليح. انا هاي بدات تتقلى، تقعدوا تحركوا فيها هكا ما تحرق لكمش على الجوانب. هنا ما تزيدوش الماء حتى تقليوها مليح. بعد ما تقلات مليح كيما راكم تشوفوا هنايا راح تلوحوا عليه هذاك الفول اللي قصيتوه. كيما قلت لكم النوعيه تاع الفول تكون هذا الفول الصغير اللي كيما نقولوا الحبه تاع الفول تاعو مازال ما كبرتش بزاف. راح تقصوه هو بقشورو. تكملوا تقليو كلش مع بعضه. تخلطوا هذاك الفول مع هذيك الدرسه وتبقاو تحركوا حتى يتقلى حتى هو معاه. كيما راكم تشوفوا تبدل لونه. راح يجيكم هكا بزاف بنين. كيما قلت لكم حاولوا تطولوا شوي في التقليه. راح تشموا ديجا ريحه مليحه. بعدها راح تمرقوا بالماء سخون كيما نقولوا قدر ما يتغطى الفول فقط، ما تكثروش الميمان كيما راكم تشوفوا. هنا راح نقفلوا على لاكوكوت تاعنا ونخليو الفول تاعنا يطيب. انا دالي مده 20 دقيقه هكذاك. راح يطيب لكم زبده. واش نقول لكم يا البنات، واحد البنه كيما قلت لكم خير من اللحم. هنا الطبق تاعي راه واجد. كيما شفتوا لاصوص تجي ملبيه وخاثره. ترافقيه مع سلطه ومن الاحسن كسره خميره كيما نقولوا. هنا انا ما درتهاش، رافقته مع الخبز وعصره قارص وشويه دبش.